التكنولوجيا مش بديلك، التكنولوجيا مساعدك. الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكانك، هو جاي يديك فرصة تبقى أذكى، أسرع وأقوى. ده الكلام اللي بنبدأ بيه النهاردة، وهو جاي من أفكار المهندس عبد الرحمن حسنين. هنركز سوا إزاي يعني الذكاء الاصطناعي ممكن فعلا يقوينا، خصوصا الناس اللي شغالة لوحدها، المستقلين ورواد الأعمال اللي الوقت والمجهود عندهم ده كنز حقيقي. خلينا كده نغوص في الأفكار دي ونشوف إيه اللي ممكن نطلع بيه عمليا. فعلا الجملة دي بتلخص حاجات كتير قوي. يعني بدل ما الواحد يشوف الذكاء الاصطناعي ده كأنه عدو أو يعني خطر على شغلنا ومستقبلنا، لا، المصادر بتوجهنا إننا نشوفه كمساعد، كأداة بتعلي من قدراتنا إحنا. الفهم ده هو الأساس عشان نعرف نستفيد بجد. تمام. وأول نقطة المصادر بتتكلم فيها إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يعني مبقاش رفاهية خلاص. لا، ده بقى ضروري عشان تقدر تنافس أصلا في السوق. آه طبعا. اللي بيعرف يستخدم الأدوات دي صح بيلاقي نفسه يعني بيخلص شغله أسرع، وجودته ممكن تبقى أحسن كمان. والأهم إنه بيوفر وقته ومجهوده وفلوسه. صح. والحلو في الموضوع إن مش لازم تكون خبير برمجة ولا حاجة، الموضوع كله محتاج بس شوية فهم وذكاء في التطبيق. بالظبط، النقطة دي مهمة جدا لأنها بتوضح إن الميزة مش بس إنك تخلص بسرعة، لأ، الموضوع أعمق. لما بنستخدم الأدوات دي صح، إحنا بنوفر وقتنا وبنوفر مجهودنا الذهني كمان من الحاجات اللي هي روتينية أو بتاخد وقت طويل على الفاضي. آه، عشان نركز في الأهم يعني. بالظبط، عشان نوجه طاقتنا دي للتفكير بقى، للإبداع، لحل المشاكل الصعبة فعلا. هي دي القيمة الحقيقية. بس ده محتاج تغيير في التفكير شوية، يعني إننا نبص للأدوات دي كأنها جزء طبيعي من شغلنا كل يوم، مش مجرد حاجة بنستخدمها وقت الزنقة. وقالت مجالات عملية نقدر نطبق فيها الكلام ده، ومعاها أمثلة الأدوات كلنا نعرفها تقريبا. يعني مثلا الكتابة والمحتوى، أدوات زي تشات جي بي تي ممكن تطلع أفكار، تكتب مقالات، وصف منتجات، ترد على إيميلات، تقريبا أي حاجة كتابة، وده لوحده بيوفر وقت رهيب. جدا. وفي التصميم، أدوات زي كانفا دلوقتي بقت بتستخدم حاجات زي دولي، فتقدر تعمل صور أو تطلع أفكار لوجوهات أو تصميمات سوشيال ميديا كاملة في دقايق حرفياً. ونيجي لتنظيم الشغل والمشاريع، أدوات زي نوشن AI أو تاسكيد دي ممكن تقترح خطط شغل، تلخص اجتماعات، ترتب الأولويات. بتساعد في الإدارة نفسها. بالظبط. وآخر حاجة التواصل وخدمة العملاء، أدوات زي ماني تشات أو بوت بريس تقدر تبني بيها بوتات ترد على الأسئلة المتكررة وتوجه العملاء، يعني بتشيل عنك حمل كبير. شوفي، اللي لافت للنظر هنا بقى مش الأدوات نفسها كقطعة منفصلة، لا. الفكرة الأهم هي إزاي نربط ده كله ببعضه. يعني المصادر كأنها بتقول لنا فكروا في بناء سيستم شغل ذكي، سيستم متكامل. بالظبط. تخيل كده، تبدأ بفكرة محتوى من شات جي بي تي، وبعدين تروح لكانفا تعملها تصميم، وبعدين تستخدم أداة تالتة عشان تجدول النشر. كل خطوة بتسلم للتانية. هو ده اللي بيخلي الشغل فعال وسريع بجد. الموضوع مش في أداة واحدة سحرية، قد ما هو في طريقة ربط الأدوات دي ببعضها. وفي مثال عملي حلو قوي بيوضح ده كان مذكور. لو حد مثلا عايز يعمل كورس أونلاين صغير، ممكن يبدأ بشات جي بي تي يحط الخطوط العريضة للمحتوى، الأفكار الرئيسية لكل درس وكده. تمام. بعدين يسجل الشرح بتاعه بأداة زي لوم، سهلة قوي لتسجيل الشاشة والصوت. بعدها يروح كانفا يعمل غلاف شكله حلو للكورس وشوية تصميمات بسيطة للتسويق. الشغلانة كانت بتاخد وقت دي. جدا. وفي الآخر يرفع الكورس على منصة زي جامرود ويبيعه. الشغلانة دي كلها اللي كانت ممكن تاخد أسابيع شغل، ممكن تخلص في أيام قليلة، وبمجهود أقل بكتير قوي باستخدام الأدوات دي صح. المثال ده فعلا بيوضح قيمة التوفير ده عاملة ازاي. يعني لو مستقل، الوقت اللي بيوفره ده ممكن ياخد بيه شغل أكتر أو يطور نفسه. أو يرتاح شوية حتى. هيقدر يركز أكتر على التخطيط والنمو بدل وهو غرقان في التفاصيل اليومية. القيمة هنا واضحة وملموسة. هي دي الميزة التنافسية اللي بنتكلم عليها. طيب كل ده بيوصلنا لنقطة مهمة جدا، المصادر بتركز عليها قوي. لازم نغير عقليتنا، ما ينفعش نخاف أو نتجاهل. أكيد. اللي مش هيتعلم إزاي يستخدم الأدوات دي لصالحه، للأسف يعني هيلاقي نفسه بيتأخر عن غيره، حتى لو هو مجتهد وبيشتغل بالطرق القديمة. المصادر بتحذر بصراحة، اللي ما بيستخدمش الأدوات الذكية بيتأخر حتى لو بيجتهد. الفكرة كلها تمكين مش استبدال، وده كلام مهم قوي. ممكن في الأول الموضوع يبقى صعب شوية، يعني محتاجين نتعلم ونجرب ونغلط عادي. طبيعي.
بس العائد بقى على المجهود ده كبير جدا على المدى الطويل. الفكرة مش بس إنك تستخدم الأداة، لأ، إنك تفهم هي ممكن تعمل إيه فعلا وتستخدمها بطريقة جديدة ومبتكرة عشان تحل مشاكلك وتحقق أهدافك. لازم الواحد يكون منفتح للتجربة. تمام. وبنوصل للخلاصة اللي بتلخص كل ده في جملة قوية قوي من المصادر: اللي هيكسب في 2025 مش هو الأذكى، هو اللي بيستخدم الذكاء صح. والمقصود طبعا الذكاء الاصطناعي هو أداة، وسيلة هتساعد اللي يعرف يستغلها إنه يوصل لهدفه أسرع وبكفاءة أعلى بكتير. وده بيطرح سؤال تاني بقى أعمق شوية نفكر فيه للمستقبل بناء على اللي لمحته المصادر. إزاي ممكن نتجاوز فكرة استخدام أدوات متفرقة وخلاص ونبني فعلا نظام حياة رقمي ذكي، نظام حياة مش بس شغل؟ نظام متكامل للحياة كلها، يساعدنا نحافظ على إنتاجيتنا وتركيزنا في وسط كل الدوشة والمشتتات اللي عايشين فيها دي. التفكير في بناء السيستم الشخصي ده اللي الذكاء الاصطناعي جزء منه ممكن يكون هو ده التحدي والفرصة الحقيقية اللي جاية، محتاجين نفكر فيها.